السلام عليكم الشباب. اليوم غادي نهضروا على واحد من اصعب واقوى المسارات اللي تقدر ديرهم من بعد الباك، واللي قليل فيكم اللي كيعرفوا مزيان ولا اللي كيزعم عليه. غنتكلموا على سي بي جي او، ونينا بالخصوص سي بي جي او جي تي، الاقسام التحضيريه بالنسبه للناس ديال الاقتصاد والتسيير. واش فعلا الاقسام التحضيريه تستاهل داك التعب اللي كيتضرب عليها وداك الشيء اللي كيتعاود عليها؟ واش الاقسام كتناسبك؟ شنو كيتسناك من بعد ما انك دير لي كلاس بريباراتوار؟ وغادي نطرق شويه حتى لبعض المشاكل والصدمات اللي يقدروا يوقعوا لك في الطريق. غير ركز معايا مزيان وروا معايا وفهم، وغتعرف واش الاقسام التحضيريه مناسبه ليك ولا لا. سي بي جي او كتعني لي كلاس بريباراتوار او غراند زيكول، وهنا الا سمع عندنا غير في السميه الهدف راه واضح وباين. كتدخل لهاد لي كلاس باش كتوجد راسك للمدارس والمعاهد الكبرى، سواء داخل ولا خارج المغرب. يعني ما كندخلش باش نوجد ديبلوم، لا، انا مازال فيا الجهد ومازال عندي الطاقه باش نوجد راسي المحسن المدارس اللي كاينين من بعد هاد لي 2 يعني معاهد كبار. حنا في ليكونومي داكشي باغي تدخل ليسكا، وهنا الا ما كانش عندك واحد الطموح وهدف واضح راك غادي تضيع، وتقدر تخرج من بعد عامين وانت ما انت بمدارس عليا ما انت بديبلوم تخرج بيه لسوق الشغل، وتمشي تكمل القرايه في لافاك. بلا ما نقول لك على الكميه ديال الاحباط من بعد ما دير باك بلس 2 في لي كلاس بريباراتوار وتخرج مباشره لافاك. غادي تساير الا كان عندك النفس، لانك جايب واحد لا فورماسيون سوليد تقدر تخليك تهرس الحجر وتمشي فين ما كان. ولكني خصو يكون الهدف ديالك واضح باش توصل لداكشي اللي بغيتي. الشباب يخليكم معايا وما عندكم فين تهربوا. انا اليوم غادي نهضر على لي كلاس بريبا، وني بالنسبه للناس ديال الاقتصاد والتسيير. هاد الصعوبه هذه اللي تكلمت عليها وهاد الهاله، بصح الناس ديال الاقتصاد والتسيير ما كتكونش عندهم بزاف ماشي بهاد الصعوبه، لان تقريبا واحد 90% منكم كيمشيو لو ان سي جي والبقيه كيمشيو ليسكا او، وكاين اللي كيخرج برا المغرب الله يسهل عليه. فالناس ديال السيونس بصح هما اللي كتكون عندهم لي كلاس بريبا قاصحه، وغير لا كريم د لا كريم هي اللي كتقدر تساير. فاش نقول لي كلاس بريبا كاينين جوج الانواع في الاقتصاد. كاين لو جي تي لي ايكونومي اي جيستيون تكنولوجيك، وهذه مخصصه الناس ديال شعبه الاقتصاد والتسيير. يعني الا كان عندك باكسيون سيكو ولا باكسيون جيستيون كونطابل، هذه هي الشعبه اللي تقدر دير. كاينه الاو سي اس ايكونومي اي كوميرس سيونتيفيك، هذه الاقتصاد حتى هي والتسيير، ولكن الناس ديال السيونس، وهذه مخصصه الناس ديال علوم رياضيه ولا علوم فيزيائيه. يعني شوفوا حتى كيفاش الدقه، ماشي اي واحد، لا انت سيونس غنشوفوا لك شي امور اللي مبريباريوك عليها بوحده. انت جيتي ايكونومي تكنيك من الاول غنشوفوا لك شي امور اللي غادي نركزوا معاك فيها اكثر ونبريباريوك فيها. فهادشي اللي زوين في لي كلاس بريبا. فكما قلت لكم راه كل واحد فيهم عنده واحد البرنامج خاص باش يدربك على نفس لي كونكور، حيت الهدف واحد بجوجهم في التالي كدوز واحد الكونكور موحد، كونكور وطني اللي سميتو مثلا. كاين بزاف ديال لي كونكور، واللي ما بيناتهم كاين الكنايم، وهذا الكنايم هو سي لو كونكور ناسيونال او غروند زيكول دو ماناجمنت، وهنا فين كتدخل به المدارس كبار. انا بالاساس اللي كيدوزوا هذا كيكونوا باغيين يجيبوا له ان سي جي ليكونومي وجيستيون. يعني واحد اللي ما جابش الطافين من بعد الباك راه الا مازال معمر راسك بصح بلو ان سي جي وباغي تجيبها، فالطريق الانسب ليك كيكون هو لي كلاس بريباراتور. وفي هذا الكرايم كيتزادوا بعض المدارس الخاصه مره بحال دابا مثلا الا ما جبتيش لو ان سي جي ممكن انك تجيب لو ار، يعني لونيفرسيتي انترناسيونال دغابه، هي يونيفرسيتي بالفلوس، ولكن راه كيدخلوا لها الطلبه المتفوقين وبمنح كامله تقدر ما تخلص حتى ريال. والناس اللي كيفيزيو عالي شويه ومن الناس اللي كيبغيو يدوزوا الكونكور ديال ليسكا. وهذا الاختيار هذا كيبقى الناس الطموحين، حيت هذا المعهد هذا كيعترف غير بالكفاءات. ما يعقلش عليك الا الكلاس بريبا ولا ماشي كلاس بريبا، الا كانت عندك الكاباسيتي والكاليتي باش انك دوز الكونكور ديال ليسكا وتجيبو، مرحبا بك. واخا تكون انت من لافاك ماشي انت من لافاك شي زوينه، الا درتي لافاك وبريباريتي وقدرتي تجيب ليكول مزيان. حيت هذاك اللي في ليسكا راه كيوجد غير لهاد لي كونكور. انت في لافاك راك كتقرا باش تاخذ ديبلوم، فكيخصك تقرا باش تاخذ ديبلوم وتمشي توجد راسك. هذا علاش كنلقاو الناس د لافاك ما كيدخلوش بزاف هاد المدارس. وكاين اللي كيكون ليفل العالي كدوز المدارس الفرنسيه، هنا ما كتكونش باغي تقرا داخل المغرب، فكتدوز مدارس باش تمشي تكمل قرايتك في جامعات كبار في فرنسا. بالنسبه للمواد اللي كتقراو في هاد العامين ديال التكوين، فراه تقريبا كيبقاو نفس المواد، غير هما كتبقاو ماشيين وكتعمقوا فيهم، وكل مره كيزيدوا يصعب. كتقراو الرياضيات التطبيقيه، وهنا فين خاصك تكون قاري مزيان لي بات،
واخا هي كتكون داك لي مات خفافين شويه على الناس اللي داير مثلا كنتي داير انت ديال ليكونومي كيكون المات عندك خفيف بزاف بالنسبه للناس ديال السيونس، فالا ما كانش عندك مع لي مات اهرب. فبالنسبه للاقتصاد العام كما قلت لكم الشباب هنا غتقراو في الاقتصاد واحد المفاهيم معمقه في الاقتصاد والاقتصاد ديال السوق والنظريات ديال الاقتصاد، وعام على عام زيدوا تعمقوا فيهم، عام على عام يكون عندكم واحد لاماس اورير فيها اللي هي عاليه، يمكن 6 بار سومان. بالنسبه للمحاسبه كتقراو اوسي لا كونطابيليتي، كتبداو من الكونطا جينيرال توصلوا حتى للكونطا بروفوندي، ماشيين وانتوما كتعمقوا في الكونطا شويه بشويه وفي الماناجمنت اوسي. هنا الفرنسي والكومونيكاسيون ضروري ما يكون عندك نيفو زوين في الفرنسي، حيت راه غادي تطرقوا مثلا الامور المواضيع فلسفيه وتعلم مهارات ديال الكتابه وديال التحليل وديال لا سانتيز، وغتقرا كما قلت مواضيع فلسفيه كل مره غيكون عندك في الاول فلسفه اون فرونسي اون جينيرال، ومن بعد غادي تدخل في واحد لا تيماتيك، يقدروا يعطيوك مثلا التيماتيك ديال الديزير ولا تيماتيك ديال الناتور ولا شي تيماتيك اللي تزيد تعمق فيها. فهمتي الفرونسي خصو يكون عندك نيفو زوين. واحد غادي ندوزو للانجليزيه اللي حتى هي النيفو ديالها زوين، ولكن هنا المهم يكون عندك لي باز الاساسيات، كيكون نيفو اساسي. هو الانجليزيه كل واحد كيبريباريك مي غالبا تيبريبورك باش يعاونوك في لي كونكور اللي غادي تدوز، سواء كان كونكور اللي هو اوغال وطلبوا منك انك لغه دوزو مثلا اون اونغلي، هنا خصو يكون عندك داك الكفايات اللازمه باش انك دوز واحد الكونكور، يعني كتهضر مزيان وتكون عندك حتى ثقافه عامه اون جينيرال كولتور جينيرال اونغلي. المهم كتخرج واحد الانسان مثقف واللي فريمون قاري مزيان وعنده حتى داك لي كاباسيتي والمهارات ديال التحليل ديال الاناليز كيطورهم فيك هاد لي كلاس بريبا بزاف. هادشي الشباب راه عنده ثمن واللي هما الضغوطات الصدمات النفسيه. هاد الاقسام الشباب راه ماشي بحال الباك، كلشي غادي يتبدل. هو الضغط بعض المرات تيكون ضغط كما كيقولوا الناس ديال البريبا، يقول لك الضغط تيكون يومي حيت كاين فروض كاين عروض تمارن اساتذه اللي صارمين وما كاينش الراحه. بزاف من الطلبه اللي كيعانيو من قله النوم يقول بانك راك تقدر تنعس 5 ساعات ولا اقل. وكاين حتى الصدمه ديال النقاط، كاين طلبه التلاميذ اللي كيكونوا متفوقين في الباك كيجيب 18 واحد الماده، مثلا كنتي قاري اقتصاد كتجيب فيه 18 16 غتجي تما غتجيب 8 ولا 5. المهم كيقول لك واخا هكا كمل، راه النيفو ديالك غيبقى يطلع شويه بشويه لان كنعرفوا النفيخ تيكون بزاف في الليسي. خاصك تصبر وتحمل المسؤوليه وتعرف تتعامل مع الضغط. المهم اللي ما مساعدش يضحي بالوقت بالراحه النفسيه ديالو ويتحمل الضغط ويخدم سو ستريس وسو بريسيون، راه ماشي الطريق ديالو. واخا انا كنقول لكم بان هاد الامور كتمشي وكتكثر بالنسبه للناس اللي كيكونوا جايين في سيونس مات، لي كلاس بريباسيون مات سيونس فيزيك اس في تي كيكونوا قاصحين سو سيونس مات سيونس فيزيك. مي الناس ديال ليكونومي راه لي كلاس كيقول لك شويه كوميم مقارنه مع الاخرين تيكونوا واحد شويه لاجي. المهم بالنسبه للمصاريف فكما كنعرفوا شوف لي كلاس بريبا راه غالبا تيكونوا في الثانويات تيكونوا في لي ليسي تكنيك، وهنا التسجيل كيكون مجاني ولكن كيطلبوا منكم بعض المصاريف. داك المصاريف تيكونوا مصاريف ديال المبيت وديال الاكل بعض المرات ديال النقل. المهم داك المصاريف تيكون واحد 3000 درهم في العام، هي ديال المبيت وديال المبيت غالبا. بيان سور ما كايناش في جميع المدن، فتقدر تمشي مثلا تكون في مدن اللي هما شويه بعاد فكتكون في المدن الكبار مثلا، وخاص يكون عندك دابا الحمد لله كاين. المهم كان عندك اورديناتور وعندك كونيكسيون راه ديجا بيان باش انك تقدر انت تيليشارجي كتوبه وتقرا على راسك ولا دير دي فورماسيون دي كور وهذا الشيء اللي كاين. والنفسيه ديالكم الشباب كما قلت لكم خاصكم وقت ديال الراحه، دير الرياضه فين تخرج داك الضغط، هادو هما الامور المهم. كاين اللي كيقول لك سير سيدي حتى الطبيب النفسي، مي هذا الا كان اخويا عندك الفلوس وممكن تتبع معاه وباغي تحمل داك الضغط وتتبع مع طبيب نفسي ممكن. سينو راسك غير انت لا كونفيونس اون سوا شويه ديال السبور ديف ولا مره وصافي وخذ لي شوزها على ليجا. كما قلنا الهدف من هذا الشيء كامل هو انك في التالي كدوز الكنايم اللي هو الكونكور ناسيونال داكسي او زيكول دو ماناجمنت، وهنا اللي هو اللي كيحدد شكون اللي غادي يدخل لو ان سي جي. يعني انت اصلا كتقرا هاد لي دوزون هاد البريس وهاد الصداع باش تدوز مجموعه ديال لي كونكور في التالي، اولهم كما قلنا الكنايم. وكاين بيان سور مجموعه ديال لي كونكور واحد اخرين باش كتدخل المدارس اجنبيه سواء غالبا المدارس ديال فرنسا. الا جبتي شي كونكور من هاد لي كونكور فراك كتدخل شي مدرسه كبيره كما قلنا الان سي جي، ولا تجيب الكونكور ديال ليسكا او، ولا تجيب شي كونكور ديال شي ايكول في فرنسا. سينو ما قدرتيش تكمل فراك كتعاود العام الثاني وني مره واحده
ولا كتمشي تكمل في كليه الاقتصاد لا فاكولتي دي سيونس جوريديك ايكونوميك اي سوسيال، وهنا كتكمل القرايه ديالك ولكن يقدروا يطلبوا منك تعاود كيكو موديول. انا بصيفتي زعما استاذ في التعليم الثانوي التاهيلي وكنعرف النيفو ديال الوليدات في ليكونومي، فنقول لك انا بالنسبه لي التلميذ اللي غادي يدير لي كلاس بريبا هو التلميذ اللي عنده نيفو زوين. يعني الا كان استاذ تيزير كاين كيجيب واحد المعدل ديال الفروض واحد 15 للفوق 16 في ليكونومي وفي الكونطا وفي لورغا وفي المات مزيان. هو الحقيقه ما كيبغيش داك التلميذ اللي يبغيها سهله ولا اللي كيمشي جنب الحيط، لا، كيبغي التلميذ ولا التلميذه اللي كيتحدى راسو كما قلت وقادر يتحدى ويتحمل الضغط وداك التوتر اليومي. وكيبغي من الانسان اللي يكون طموح، اللي يكون كيفيزي كبير، مثلا واحد اللي باغي ليسكا وما كاينش غير، لان ليسكا من بعد الباك كطلب نقاط خياليه، وانني من بعد نورمالمون كما قلت باك بلس 2 ولا من بعد فاش كدير ليسكا كيوليو لي نوت على ليش كطلب 14 15 كوميم ممكن تدخلها. شي واحد اللي كيبغي الراحه والريتم بشويه، كيخاف من الضغط وما كيعجبوش داك لي شونجمون، كل مره عاطي شي حاجه جديده، ضعيف في اللغات وما عندوش شي طموح كبير بناقص، ما عنده ما يدير فشي كلاس بريبا غير يمشي يدير له شي ايكول واحد اخر، ماشي يدير لها جاب له سي الله يسهل عليه، جاب شي فاكولتي ولا جاب شي حاجه مدرسه اخرى بحال لو اس تي ولا بي تي اس راه مزيانين. هو السي بي جي او اللي زوين فيها كتخرج ناس فاهمين منظمين متوازنين وقادرين يتفوقوا في المدارس العليا، راه فين ما حطيتيهم كيعطيو، ولكن راه ماشي اي واحد يقدر يكملها. كما قلت خاصك تكون حاضر نفسيا معرفيا وعلاش لا حتى ماديا. انا حاولت نطرق لكم جميع الامور اللي تبغيو انكم تعرفوها على الكلاس بريب. ما عرفتش واش مازال عندكم بعض التساؤلات ممكن انكم تخليوهم لي في لي كومونتير، سورتو الناس اللي غيكونوا دخلوا العين اللي غتثير الناتور ديال الفيديو غيبقى كمل معايا. هو هاد لا ناتور اللي باغي يدير كلاس بريبا دوكو كيكون عنده اسئله كثار، كيكون باغي يبقى شويه يبحث. عندي لكم بعض النصائح، هو انك فاش تدخل لا كلاس بريباراتوار ما تسناش تجيب 18 بحال اللي كتجيب في الباك، حيت راه طبيعي كما قلت في الاول تقدر تكون كتجيب 18 وتجيب في شي ماتير تما جوج. خاصك تولف مع النظام وما تركزش غير على الكتابي وعلى الامتحانات، طور حتى من المهارات الشفهيه ديالك، هادشي على حساب لي كونكور حيت راه مهم بزاف بعد المدارس. باش تنقص شويه من داك الضغط والستريس حاول انك تمارس الرياضه، هكا كتخرج داك الضغط اليومي. لي كلاس بريبا لا كنتي عشوائي، العشوائيه تيقال الفشل. يكون عندك واحد النظام واحد البرنامج يومي اللي كتبعه، يعني اللي كينجحوا هما اللي كيكونوا في الاستمراري، ماشي نهار تخدم 8 الساعات ولا دير نوي بلونش وسيمانه تصبح ناعس. ما تمشيش مع الموجه، فكر شنو هو المجال اللي باغي تكمل فيه ولا تخدم فيه، وما تقارنش راسك مع الاخرين، راه كل واحد والظروف ديالو. هي بصح قرا فهمتي ديفلوبا دير ايفور، ولكن ما تبقاش عاوتاني تضغط على راسك اكثر من القياس. حاول تستمتع بهذيك الرحله، وفيها وفي داك الضغط اللي فيها غتستكشف راسك، غتعرف راسك شكون انت، حيت المعدن ديالك غيبان تحت الضغط. وما تعطيش اهتمام كبير الكلام ديال الناس اللي يبغيو يحبطوك ولا يبقاو عليك راه الاساسيات صعاب، راه ما كيعطيوش النقطه، راه ما دير والو، لا، داك الشيء كامل خرج من داك السلبيه، وركز لي بزاف على الامور الايجابيه. والناس اللي دوزوا لي كلاس بريبا اغلبيتهم تينصحوا باش انك تخدم في مجموعه. علاش؟ لان فاش كتخدم في لي جروب كيكون واحد سورتو لي جروب اليوم كيكونوا صحيين، نعاود عاوتاني الناس اللي هما كيبغيو يخدموا كيدمروا كيبارطاجيو، فانت غادي تكون عندك بيان سور عندك واحد لي زيدي غتبارطاجيهم مع صحابك، يقدروا يصحوهم لك، يقدروا يضيفوا لك شي حوايج هما غيبارطاجيو معاك، تقدر انت تصح لهم زيد شي حوايج. واليونيفرسيتي عموما كتبغي ان يكون عندك واحد الكليكه، عندك كليك كتخدم معاها، كتخرج معاها، كتفوج معاها، كتنشط معاها، كتضحك معاها، كلشي كديروا مع داك الكليك، كتطور من راسك معاها، كتكونوا واضحين بعضياتكم بيناتكم، لانكم في اون فاز ديال انفورماسيون ما فيها باس انكم كتعراو على بعضياتكم. كتعراو يعني كتعريو العيوب ديالكم، كتبانوا على حقيقتكم، باش كل واحد فيكم كيصحح الاخر الامور اللي فيه خايبه، باش من بعد ما كتخرجوا بداك لا فورماسيون ما كتخرجوش غير بالمعرفه هي اللي عندكم مزيانه، لا، كتخرجوا حتى بالفولي النفسي الداخل ديالكم والمهارات ديالكم واللي سكيلز اللي عندكم، شنو هو الامور اللي ضعاف فيها مقارنه مع الاخرين، شنو هو الامور اللي خصها تصلح، الامور اللي تزاد تطور. كنتمنى لكم التوفيق والنجاح في المسار الدراسي. كما كنقول لكم دائما راه ما كيهمش المدرسه اللي درت ولا لا سبيسياليتي اللي درت ولا، فاللي كيهم هو انني نكون داير شي حاجه اللي كنبغيها وحاجه اللي باغي نضرب فيها تماره وباغي نوصل فيها. الخدمه
وتمارة والجد والمثابرة والاستمرارية ضروري ما كيعطيو نتيجة. تحياتي لكم الشباب، ونلقانا في فيديو مزيان ان شاء الله. مع السلامة.